عملت النهاردة أحلى جاتوه معمول مقادير ومكونات موجودة في كل بيت. كل اللي هيدوقه هيقول استحالة تكون انتي عاملاه في البيت. وكوباية من الدقيق واتنين بيضة، مكونات موجودة في كل بيت. نسمي الله ونشوف عملنا الطريقة دي مع بعض ازاي. عندي هنا الخلاط، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت، كوباية الا ربع من السكر، وحوالي معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو كاكاو الاسباني. وباخد الكلام ده كله في الخلاط واضربهم كويس قوي لمدة دقيقة كده لغاية ما اتأكد ان الخليط تقل معايا. هوريهولكوا دلوقتي هو تقريبا لمدة دقيقة. بصوا، هشيل كده كوباية كده على جنب. عايزه اقول لكم الوصفه دي احلى وصفه اقتصاديه، وفي نفس الوقت هتديكوا نتيجه روعه، كانكم جايبين جاتوه من بره جاهز، واحلى كمان من الجاهز. هتشوفوا دلوقتي. شلت كده كوبايه على جنب، وبجيب عندي اتنين بيضه صغيرين، وممكن لو عندك البيض كبير هتستخدمي واحده بس. انا هنا استخدمت اتنين بيضه صغيرين. تمام. وبحط عليها رشه كده حبه كده من الفانيليا السايله، وباخد الكلام ده كله في الخلاط وبضربهم تاني لمدة دقيقة برضو كده عقبال ما البيض يدوب مع الخليط. بعد كده بكون بجيب عندي بولة وبنزل بالخليط اللي انا عملته في الخلاط، وبجيب عندي بقى هنا كوباية من الدقيق بنخلها قدامكم زي ما انتوا شايفين كده، معلقة كبيرة من كيك شيف البيكنج باودر، وبقلبها كويس بقى مع معلقتين كبار من الخل، وطبعا رشة صغيرة من الملح. بقلب بقى كده الخليط بتاعي كويس قوي، وبجيب عندي صينية بحط فيها نقطة زيت ومعلقة صغيرة كده من الكاكاو الخام، وبنزل بيها بالخليط بتاعي كده. بكون محضرة الفرن قبليها بربع ساعة. لازم اكون محضرة الفرن من قبليها، كده كده مش هتاخد وقت خالص في الفرن، حوالي بالظبط 12 دقيقة. وبدخلها الفرن، طبعا تطلع بسيبها تبرد خالص. هنا هحضر الكريم شانتيه بتاعي، مضرب بقى كهربا او المضرب ده المتوفر عندكم، ممكن هو بمضرب سلك بس هتقعدي شويه كده فيه. انا عندي هنا كوبايه من الكريم شانتيه، معلقتين من الباستر كريم، وكوبايه ميه ساقعه. تاني كوبايه كبيره من الكريم شانتيه، معلقتين باستر كريم، وكوبايه ميه ساقعه. وبنزل بقى كده بيها بالمضرب لمدة 3 أو 4 دقايق لغاية ما توصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي ده. بضيف عليها معلقتين كبار من الصوص اللي أنا عينته على جنب في أول الفيديو اللي كان في الكوباية. بضيف كده عليها حوالي معلقتين كبار من الصوص بتاع الشوكولاتة اللي أنا عملته في الأول. تمام. هتشوفوا دلوقتي هيغير طبعا اللون والطعم بتاع كريم شانتيه. وبسيبه كده طبعا لمدة 3 أو 4 دقايق لغاية ما يديني اللون والقوام اللي هوريهولكوا دلوقتي. لازم نسيبه كده شوية لغاية ما يتقل معايا كويس. هوريكوا دلوقتي بعرف ان ازاي الكريم شانتيه كده بقى تمام وبقى مظبوط. هوريكوا دلوقتي العلامة دي لازم تعرفوها، تعرفوا ان هو كده تمام خلاص. بفضل كده لمدة 3 أو 4 دقايق. هوريكوا دلوقتي القوام بتاعه هيكون متماسك كده، بعرف ان الكريم شانتيه بقى تمام ومش محتاج ان انا اضربه تاني. بصوا، هيبقى عامل بوز كده. كل ما امسك كده الكريم شانتيه بصوا هيبقى ليه بوز كده اهو كده تمام. بنوصل لمرحله كده تمام، الكريم شانتيه معايا مظبوط. بشيله بقى كده على جنب وبحطه في التلاجة. بجيب بقى هنا عندي الكيكه، بعد ما سبتها تبرد خالص قلبتها على صينيه وهحطها كده تاني قدامكم. بصوا ما شاء الله، يعني الله اكبر اللهم بارك، حاجه كده مفيش اي افتكاسه فيها، سهله وسريعه وتطلع معاكم ناجحه. بفرغها كده بخله زي ما انتم شايفين. والخطوة اللي جاية دي عايزين تعملوها تمام. انا هحط عليها كوباية من اللبن الساقع، وطبعا لازم الكيكة تكون باردة خالص تمام عشان ما تعجنش معاكم. نص كوباية من اللبن الساقع هيخليها جوسي كده، كأنها زي بتاعت بره، مدية طعم كده التورتة الجاتوه. لازم بنحط نص كوباية كده من اللبن الساقع عليها. وبصوا بتتشرب معايا بكل سهولة كده. طبعا تعرفي ان الكيكة بتاعتك الناجحة مليون المية. تمام. بعد كده بكون محضرة الكريم شانتيه بتاعي اللي انا عملته قدامكم دلوقتي،
كوبايه من الكريم شانتيه، كوبايه من الميه الساقعه، ومعلقتين من الباستري كريم، وحطيت في الاخر معلقتين من الصوص اللي انا عملته في اول الفيديو معاكم. وبنزل بقى كده على الكيكه بتاعتي. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله العظيم، هتجربوا الطريقه دي هتعتمدوها. حاجه كده اللهم بارك. يعني من 12 قطعه جاتوه مش هتكلف كلها 60 70 جنيه. طبعا الدستة دلوقتي مكلفة جدا. جربوا الطريقة دي، سهلة وسريعة وطعمها فعلا مميز. بجيب هنا عندي كريم شانتيه واحاول اوزعه على الكيكة بتاعتي على قد ما اقدر كده، اخلي الطبقة كده مظبوطة. هوريها لكم دلوقتي. تمام كده زي كده على قد ما قدرت ان انا اظبطها كده من على الوش. وبجيب عندي بقية الخليط اللي كان في الكوباية، وبنزل بيه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الخليط طبعا كل ما بتسيبوه بيتقل. انا ما زودتهوش بصراحه، يعني عايزين تخففوه هتخففوه بمعلقه او معلقتين لبن. انا ما خففتهوش، نزلته زي ما هو كده. السمك بتاعه ده كده حلو، انا بحب القوام ده. بفرده كويس على الصينيه. المفروض طبعا في المرحله دي بعد ما بفرده كويس بحطه في التلاجة كده يجمد شويه من ساعه لساعتين. لكن انا اشتغلت فيه على طول، قلت ازوقه الاول وبعد كده ابقى احطه في التلاجة. قطعته دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين. هقطعه حوالي 12 قطعة، هيطلع معاكم 12 قطعة. طبعا عشان السكينة تقطع معاكم مظبوط، بعد كل تقطيعة بتمسحوا السكينة وتبلوها كده تحطوها في مية عشان تقطع لكم القطع سليمة ومظبوطة. انا هنا نسيت ورحت جايه اقطع. لازم السكينه بنحطها في كوبايه كده فيها حبه ميه عشان تتقطع القطع معاكم مظبوطه. انا على قد ما اقدر قطعت القطعه دي حوالي 12 قطعه بالظبط. هو المقاس ده بياخد 12 قطعه بالظبط. تمام. طبعا التشكيل بقى والتزويق زي ما تحبوا. انا كان عندي طبعا باقي من الكريم شانتيه، حاولت اعمل شكل كده على الصينيه كده من فوق. وكان عندي برضو شوكولاته شيبس، برضو حاولت ادي شكل كده على قد ما اقدر. طبعا الحاجات المتوفره عندكم هتستخدموها للتزيين. اي حاجه متوفره عندكم هتحطوها، مش هتقول لا. اهم حاجه الوصفه تكون ناجحه معاكي. هوريكي دلوقتي القوام والطعم بتاعها الروعه. انا هنا حاولت طبعا، المفروض طبعا كنت اسيبها شويه تسقع في التلاجة قبل ما ابتدي احط عليها الفرم دهيت. تمام، هو الصح كده. لكن انا حطيت الفرم وبعد كده دخلتها في التلاجة. تمام. طبعا زي ما قلت لكم التزويق والتشكيل ده حسب ما انتوا تحبوا. دي حبه كده من شوكولاته الشيبس، برضو بتدي طعم حلو قوي مع الجاتوه. وده كان باقي من الكريم شانتيه، عملت كده فرم صغيره كده. يعني بقى لو عندكم عازمين ناس وعايزين أكلة حلوة مميزة، تقدروا تعملوا الصنف ده. هيطلع معاكم روعة وتكلفته مش غالية زي ما قلت لكم. تمام. باخد بقى الصينية دي كده وبدخلها التلاجة لمدة ساعتين 3 ساعات. كل ما تقعد في التلاجة كل ما يكون أفضل بصراحة. بصوا طلعت كده 6 أو 7 قطع. بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله، كأنك جايبة حاجة كده من بره. وزي ما قلت لكم مش مكلفة، وطعمها والله العظيم روعة يا جماعة. أنا مش ببالغ، دي من أنجح الوصفات اللي عملتها للجاتوه. سهلة واقتصادية وهتديكي نتيجة حلوة قوي ومقادير مظبوطة. بصوا بصوا شكل القطعة ما شاء الله، حاجة كده بتدوب في البق. الله أكبر، ما شاء الله، حاجة كده تحفة. انا جيت ادوق قطعه كده وانا بقدمها، ما شاء الله، حاجه فعلا مميزه. بصوا بصوا القوام بتاعها، وبصوا القطعه عامله ازاي. يعني حاجه كده اللهم بارك. يعني اتمنى بقى تدعموني بلايك وشير طبعا لو الوصفه عجبتكم، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو جربتوها. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. واتمنى بقى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير. سلام.